بقالي فترة كل ما بفكر اصور فيديو معرفش هتكلم عن ايه او ايه عنوان الفيديو او ايه الفيديو اصلا، ايه السبب مش عارف. بس ممكن يكون قلة تغيير او ما بدورش بشكل كويس على محتوى اقدمه زي ما قلنا، لان انا بقدم كذا نوع من المحتوى، مش ثابت على نوع معين، لان ثبت على نوع معين وزهقت منه. بحاول بقدر الامكان ان انا انوع في تنزيل المحتوى. انا دلوقتي محتار ومش عارف، كل ما اجي عاوز اصور ملاقيش فكره اصورها، ده سببه ايه؟ انا مش عارف. كم مرة يا يحيى بدأت في حاجة وبطلتها بسبب زيادة التفكير وكتر التفكير ان الحاجة دي تطلع كاملة؟ سؤال صعب، بس الاونلاين كوتشنج كذا مرة ابتدي واقف. ليه؟ ان شاء الله هرجع ابتدي تاني، يعني عايز ابقى بيرفكت في كل حاجة، بس ده طبعا ما ينفعش، كمال لله وحده طبعا، بس يعني كون ان انت بتحاول تبقى بيرفكت في كل حاجة ده مش هيبقى من اول مرة على مرة هتيجي. عمرك بدأت في حاجة ومن كتر التفكير وقفتها عشان انت عايز تطلعها بشكل كامل؟ وهل كملتها ولا التفكير سيطر عليك بان انت عمال تفكر تطلعها ازاي بشكل حلو وفي الاخر ما عملتهاش؟ انت كان بيواجهك تشالنجز كتير في الموضوع، يعني انا مثلا كنت بحب الكوره جدا، كميه الاصابات خلتني اتخلى عن الفكره وعن الحلم. في الشغل موضوع الغربه كان كتير برضه صعب، فكان طول الوقت انت بتفكر في الموضوع ده، ان انت هترجع مش هترجع، عايز ترجع مش عايز ترجع برضه. بس كل الناس على فكرة بتعاني من ده، بتعاني من النقطة بتاعت ان هم فعلا بيفكروا في حاجات كتير بيلجأوا في الاخر انهم ما يعملوهاش. هنا كده مفيش حد ما وصلش لده. الفكرة اللي تقدر توصل بيها للحاجة دي ان انت تعمل 1%. 1% ده هو اللي بيخليك ان انت تكمل، حتى لو انت مش قادر، ما عندكش شغف، ما عندكش حافز. وزي ما اتكلمنا قبل كده ان الشغف ده هو عود كبريت، حاجة ملهاش اي 30 لازمة. فهي الفكرة كلها في ان انت تكمل في الحاجة اللي انت عايز تعملها. عايز اقول لكم على قد ما التمرين النهارده صغيره بس تاثيرها كان حلو قوي. تمرينه بسيطه بس على الاقل اتمرنا، رغم ان انا مش قادر مش واكل ومش نايم كويس، شارب قهوه كتير، فالموضوع جاي عليا بالعكس مهمت. ولكن دايما احنا ماشيين بمبدا 1%، هو ده اللي فعلا هيخليك مرتاح وهيخليك تحس ان انت انجزت حاجه على الاقل على مدار اليوم. وانا الحمد لله انجزت. انا بقالي كتير ما بتمرنش برده، موقف، واديني اتمرنت النهارده وبكره باذن الله هتمرن. وبس بنحاول نصلح حياتنا، بنحاول نوصل لمستوى احسن في حياتنا بقدر الامكان، حتى ولو ل1%. فتأثير ال1% مهم جدا على باقي التطور اللي انت عايزه في حياتك.